ذكريات الدراسة أجمل الذكريات على الإطلاق، تختلط فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام، فتبقى محفورة بعمق في الذاكرة. جزء كبير منها يرتبط بالمدرسين. هذا هو فاروق الظرافي، مدرس يمني، نشر على فيسبوك منشورا قال فيه إن طالبا من طلابه القدامى فاجأه بزيارة إلى مقر إقامته في صنعاء. طبعا المدرس لم يكشف عن هوية الطالب، لكنه أوضح أنه كان تلميذا له قبل 30 عاما. الزيارة لم تكن فقط للتحية، بل كانت أساسا لتقديم هدية لتقدير الجميل لهذا المدرس. ترى ما هي الهدية؟ هي عبارة عن سيارة من نوع لكسس سعرها حوالي 20 مليون ريال يمني، أي نحو 40 ألف دولار. قدمها الطالب وفق رواية المعلم لأستاذه بعدما أصبح رجل أعمال ولديه مصانع وشركات في بلدان عدة. أما الموقف الذي لربما أثر في نفس هذا الطالب وبقي عالقا في ذهنه يوضحه المدرس هنا ويقول: كان لي مع هذا الطالب موقف كأي أب يقف مع أبنائه حين أسعفوه إلى إحدى مشافي العاصمة صنعاء لإجراء عملية مستعجلة. لكن كيف علق اليمنيون على هذا الوفاء من الطالب بعد نحو 3 عقود؟ نبدأ هنا بتغريدة وردة تقول: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا جزاتك معه، ربنا يكتب لك الخير ويمكن تكون فاتحة رزق وبركة عليك. ننتقل لأبو محمد. أبو محمد يقول هنا: هذا الطالب يستاهل كل الحب والاحترام لأنه لم ينسى ما قدمه له أستاذه في أيام الدراسة، فله كل الحب والتقدير والاحترام، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصلنا لتغريدة أخرى وهي للمهاجر يقول: أستاذ يعيش بدون راتب وتوصل سيارة لكسس ب20 مليون هدية، طب من وين له حق البترول يوميا؟ ننتقل للبروفيسور اليمني. ماذا يقول؟ يقول: الأستاذ عمل خير في حياته في مجال عمله التربوي، ومن عمل خير يحصد أمامه بلا شك. أخيرا وصلنا لصالح. صالح يعلق يقول: أحيانا عمل الخير والدعم المادي أو المعنوي والتعامل الطيب يظل محفور بالذاكرة. طبعا بعد حصوله على السيارة ظل المدرس مترددا في استعمالها، ويوضح لنا الأسباب ويقول: إيش أفعل بها وأنا جالس في البيت، لا مشاوير لا عمل، والمشكلة لو تمشي بها بالشارع مين يصدق إنك مدرس باليمن وبدون راتب ومعك سيارة لكسس؟ هو لا يمزح، فوضعية المدرسين سيئة بسبب ظروف الحرب. حوالي 170 ألف معلم يمني يعانون ظروفا مأساوية بسبب انقطاعات مرتباتهم للعام الثامن على التوالي، وذلك بحسب تقارير إعلامية. لكن إلى هنا تبدو قصة مثالية: وفاء طالب لمدرسه، لكن المعلم قام بحذف المنشور من حسابه ونشر منشورا آخر قال فيه: حاولنا إيصال رسالة للمتسلطين على حقوقنا في الداخل والمستثمرين لأوجاعنا في الخارج لنكتشف أن التفاهات هي الأكثر رواجا.